عباية العمرة من دانيا ستور متبطنة كاملة، قطعة كاملة متبطنة كاملة. ولو عايزة شرح مفصل ليها هتلاقيني حطاها في اللون الاسود، شرحها باستفاضة. عايزة اقول لكم ان الطرحة تهبل، عاملة البوزة لوحدها، مش محتاجة اي بندانة، تقيلة وبنت ناس محترمة، متبطنة كاملة. وادي السوستة اللي انا بقول لكم عليها، اللي كنت شرحتها لكم. بصوا الجمال والرقة والنظافة، كمية جمال في الموديل، مخليني مبسوطة وانا بعرضه. عارفة يعني ايه؟ ان بصي المنظر، بصي السوستة الرفيعة اللي مش باينة دي فيها جيب بالمنظر ده، مخليكي تحطي كل حاجة مع الكسرات بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. الكم الاستك خطيرة، تقل الطرحة تهبل، الجيوب اللي من الجنب تجنن، خطيرة. انا مع السودة. هما عندهم كمان اللي عايز يجيب بنطلون من عندهم يقدر يجيب بنطلونات يلبسها تحتيها، لكن العباية لوحدها، ماشي، العباية لوحدها متبطنة بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. خطيرة ملهاش حل. الله اكبر، روعة. بصوا، كل مشاكلك في عباية العمرة هتتحل في الفيديو ده. رقم واحد، دايما الطرحة اللي بتبقى مع العباية بتبقى بتتزحلق. مع دانيا ستور رهيبة، وبتعمل البوزة والله من غير البندانة يا بنات، اهو بوزتها من غير البندانة، ماسكة وظابطة وبنت ناس. طيب، رقم اتنين، العباية بتشف وبتكهرب لانها كريب خفيف او تقيل، بس مش بتبطن، وبيؤدي لان احنا بنبقى متحرين ومش مظبوطين. يبقى نجيبها متبطنة من دانيا ستور يا بنات، متبطنة كاملة، قطن ناعم من جوه، ظابط بحيث ما يحرش. ادي تاني حاجة. تالت حاجة، عندك مشكلة كبيرة ان ما بيبقاش فيها جيوب محترمة تقدري تحطي فيها. ايه ده؟ مش هو ده الجيب اللي انا قصدي عليه. قربي عليا يا غالية. مشكلتك اليومية وانتي رايحة الحرم بتبقي محتاجة يا قلبي سوستة من هنا، تحطي موبايلاتك وفلوسك تبقى هنا، عشان لو اتخبطتي يمين وشمال محدش ياخد منك الحاجة، كلها تبقى متعبية في الحتة دي. بصي كبر الجيب عامل ازاي، كده متظبطه وظابطه على الشعر يا ست الكل. كده خلصنا جيوبنا، مش محتاجين اي شنط معانا. والله يا غاليه. عندك مشكله في الكم صعب قوي وبيبقى مدلدل على الايد، لا ما تخليكي عمليه، عشان لو حابه تتوضي في اي حته يبقى هوب بالاستك تبقي متظبطه. عندك مشكله في الطول، كله ظابط مع دانيا ستور. عندك مشكله انها بتشف ولازم تلبسي حاجه تحتيها، بصي الكم متبطن ازاي من تحت، بصي النظافه والحلاوه، يعني بصي فول اوبشن. واو، عباية العمرة من دانيا ستور، لا قبلها ولا بعدها.